الحريري موجود في المملكة بإرادته، وقد يقرر عدم العودة إلى لبنان، وقد قال القائم بالأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري اليوم السبت أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد يقرر عدم العودة إلى لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته أن وجوده في المملكة بإرادته. ونفى البخاري خلال استقبال وفدا عشائريا متضامن مع السعودية أن يكون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في الإقامة الجبرية، لافتا إلى أن وجود الحريري في السعودية هو بإرادته وليس إقامة جبرية. وأضاف أن عودة الحريري الرهن به شخصيا وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنية وخشية تعرضه للاغتيال. طبعا في بعض الناس، ربنا ابتلانا في الشعوب العربية بناس بتصدق الكلام ده، وأنا هديك مثال على ده. لما حجزوا 11 أمير دول وكام رجل أعمال، طلعت إشاعات إن هم حجزوهم في فندق اسمه الريدز، خلاص، وإحنا وصلنا للمعلومة دي. طلعت وزارة الداخلية السعودية نفت تماما وقالت لا يجوز ولا تفرقة في المعاملة، والأمراء اللي محجوزين في سجن. طبعا احنا هبل صدقنا وزارة الداخلية السعودية. كانت النتيجة ايه بقى؟ ان الفضيحة بقت علني لدرجة CNN اتكلمت وصورت الفندق. فانت ما تصدقش الحكومات العربية خالص اذا قالت لك ان الحريري في الرياض بإرادته وانه قد يقرر عدم العودة، اعرف ان دول كدابين. يعني اعرف انه كذاب على طول، لان احنا خلاص عندنا تجربه. ده يا عم الراجل الوليد اتصور وهو نايم على الارض، وتصور وهو مش عارف عامل ايه، وتصور الناس اتصورت. ايا كان الريدز، انا شفت CNN اتكلم ان الناس دي محبوسه في الريدز. تيجي تقول لي اصل لا، فانا مش مصدق. السؤال الحاجه الثانيه بقى الحقيقه، يعني وانت مالك انت ومال الحريري؟ ما يطلع الحريري يتكلم، ما يطلع سعد الحريري كده يتكلم وهو بيجري وهو في الجيم وهو في السباحه يطلع يقول انا غير محتجز وايه ده وانا بكره راجع لبنان. يعني ليه انا يطلع واحد مسؤول سعودي يقول وهو موجود بارادته وقد لا يقرر العوده؟ ليه سعودي يطلع يقول كده؟ ليه مسؤول سعودي يطلع يقول الكلام ده؟ هو لا مؤاخذه سعد الحريري قاصر مثلا؟ هو قليل؟ ما يطلع يقول الى من يدعون اني انا موجود اهو وانا هرجع في لبنان او مش عايز ارجع لبنان. انما ليه مسؤول سعودي يطلع يتكلم بالنيابه عنه؟ على كل حال، الاستاذ سامر السبهان وزير الدوله السعودي لشؤون الخليج، اللي بقاش في خليج اصلا، بيقول سنعامل حكومه لبنان كحكومه اعلان حرب، والملك سلمان ابلغ الحريري بتفاصيل العدوان. طب كده بقى ايه؟ يعني كده يعني هنعامل حكومه واسرائيل يا جماعه، يا اخوانا اسرائيل، يا اهل الله اسرائيل، في دوله اسمها اسرائيل، في يعني خراج كانسر اسمه اسرائيل. ليه السعوديه تحارب لبنان؟ ايا كان الخلاف بينهم، عندنا جامعه دول عربيه، عندنا مجلس تعاون خليجي، عندنا منظمه مؤتمر اسلامي ولا منظمه العالم الاسلامي، عندنا 600 مجرى نمشي فيه. انما ليه سنعامل حكومه لبنان كحكومه اعلان حرب؟ ليه؟ من امتى؟ من امتى احنا كدول عربيه؟ هو ده اللي بقول لك، ده نتيجه بقى 79 انك يتحول الوطن العربي الى بقع وناس بتحارب في بعضها كده، والجماعه الصهاينه قاعدين يسكروا وينبسطوا ويحتفلوا بيوم كيبور والحاجات دي، ويلا يتفلقوا بقى اللي راحوا اهو. ليه بقى نحارب لبنان؟ عشان لبنان فيها حزب الله يعني؟ يا راجل والله. طب ما الاولى تحارب في فلسطين. لو السعوديه عندها جيش كده محترم واسلحه وهنخش ندك بيروت، طب ما الاولى نخش ندك تل ابيب. ليه احنا يعني بقينا بنعارك في بعض؟ لا مش بس السعوديه، لا ده في تحالف هيحصل بقى اهو. السعوديه والكويت والامارات تنضم للبحرين في دعوه مواطنيها لمغادره لبنان. انضمت السعوديه والكويت والامارات الخميس الى البحرين في دعوه مواطنيها لمغادره لبنان وعدم السفر اليه، في تحذير ياتي بعد الاستقاله المفاجاه التي اعلنها رئيس. خلاص يعني كده بيفضوا لبنان من الجاليات العربيه عشان يقولوا يا جماعه عشان لما ندك لبنان يبقاش فيها حد من تبعنا. طب ليه ما بتطلعش اصوات تقول لا يا جماعه يعني بالراحه كده نهدى، يعني ما تيجي نتكلم بهدوء؟ ما اعرفش. حتى الاعلام، بص على الاعلام العربي كله
على الحياه اللندنيه والشرق الاوسط بتاع السعوديه وكل والجرايد والاسمه ده والتلفزيونات، محدش جاب سيره خالص. لان الكفيل قال هس. الكفيل في احد الدول العربيه كان ليا صديق بيشتغل في التلفزيون تبعهم، فالتلفزيون بيعرض فيه فيلم مصري، ففي الفيلم المصري ده فيلم فاروق الفيشاوي ولا مش عارف، فبيقول لي رحت انام لقيت تليفون من سيادة الحاجات الملك والحاجات. ايه يا عم في ايه؟ قالوا له اصحى انت نايم. الراجل اللي ماسك البلد ومشغل اللي فيها بيقول لك في لقطة على التلفزيون وحشة. فتح كان في لقطة يعني خاصة في أوضة نوم، فبيقول قفلنا التلفزيون يعني شدينا الفيشة فبقت بلاك. ده كان جوه البلد، يعني الراجل ده جوه البلد. انما يبدو ان التلفزيونات العربيه بتصرف عليها السعوديه والامارات بس. محدش قادر يتكلم، محدش قادر يفتح بقه، محدش حتى قادر ياخد موقف، محدش حتى قادر يقول يا جماعه اعقلوا، محدش قادر كده. لكن مش مهم، مش قضيتنا. الواشنطن بوست بقى بتقول احتجاز الحريري في الرياض جزء من مخطط ضد ايران. طب ما ايران موجوده طول الوقت. كشفت صحيفه الواشنطن بوست تفاصيل عن تسلسل الاحداث اللي انتهت باعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن استقالته، واعتبرت ان ما حدث بالحريري مرتبط بحمله الرياض ضد ايران. طب يعني ماشي، روحوا اضربوا في ايران. وفيما قال نشرته الصحيفه امس الجمعه، كتب ديفيد اغناتيوس استنادا الى مصادر لبنانيه وصفها بالمطلع ان وضع الحريري يشبه اقامه جبريه بمنزله في الرياض، مرجحا ان ذلك يندرج في سياق حمله ضغط السعوديه على ايران وحليفها اللبناني حزب الله. تسلسل الاحداث بقى. وفقا للمصادر فان القصه بدات يوم الاثنين 30 اكتوبر لما سافر الحريري للرياض لعقد لقاء شخصي مع ولي عهد السعوديه الامير محمد بن سلمان، وذلك بحضور ثامر السبهان مستشار العلاقات مع الدول العربيه. وجرى اللقاء بشكل جيد جدا كما يقول مصدر لبناني، وكان الحديث مؤكدا لاستمرار الدعم السعودي للبنان بالرغم من هيمنه حزب الله على الحكومه اللي بيرأسها الحريري. وبعد عودته الى بيروت في 1 نوفمبر اطلع الحريري مجلس وزرائه على مجريات الزياره، مؤكدا بحسب المصادر ان السعوديه بتؤيد فكره عقد مؤتمر دولي في باريس لدعم اقتصاد لبنان، واجتماع تاني في روما لدعم الجيش اللبناني، بالاضافه الى مجلس سعودي لبناني مشترك لتشجيع الاستثمارات. الحريري طمن وزرائه بان لبنان لن يكون في دائره استهداف السعوديه بالرغم من ميل الامير محمد بن سلمان الى مواقف اكثر تشددا حيال ايران. الحريري كان بيخطط للعوده الى الرياض للاجتماع مع الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين 6 نوفمبر. الجدول اتغير لما تلقى اتصال عاجل من مراسم الامير محمد بيبلغه ان الامير عايز الاجتماع بيه يوم الجمعه 3 نوفمبر، يعني مش يروح يوم 6، تعالي دلوقتي. وهنا مأساة يا مأساة، يعني ولي عهد بيكلم رئيس وزراء لبنان، رئيس وزراء لبنان المفروض يروح يوم 6، ولي العهد يقول له على عهده الواشنطن بوست يقول له لا تعالي دلوقتي يوم 3 قضي اللي وراك ولا عايزك. ماشي، ادي السياده على الدوله يعني. ولم يتم لقاء الجمعه، وظل الحريري منتظرا كمان، يعني راح اتلطع في بيته الفاخر بطريق التخصصي بالرياض قبل ان يتم استدعائه حوالي 8 صباح السبت، وهو موعد مبكر لاجتماعات في السعوديه للاجتماع بالامير محمد. بعيدا عن المراسم المعتاده، ذهب الحريري بسيارتين لا يرافقه غير حراسته الخاصه، واختفى تماما لعده ساعات حتى ظهر على شاشه التلفزيون حوالي الساعه 2 بعد الظهر عشان يقرا بيان استقالته. من اللافت انه استخدم في تبرير الاستقاله لهجه عدائيه ضد ايران. طب ايه المشكله دي؟ غير معتاده منه. كما انه لم يستشر اي من كتاب خطاباته والمعتدين. بعد اعلان الاستقاله قبل بث الخطاب بقليل، ذكرت قناه العربيه ان الحريري هيعلن استقالته، ما يعني ان خطابه كان مسجلا. واتصل الحريري لاحقا بالرئيس اللبناني ميشيل عون يبلغه بانه لا يستطيع الاستمرار في وظيفته وانه هيرجع لبيروت خلال الايام. لم يعد الحريري لمنزله بالرياض الا يوم الاثنين، ويقال انه اقام يوم السبت والحد في فيلا بمجتمع الريدز الفندق كارلتون، حيث تحتجز الشخصيات السعوديه التي تم توقيفها في ليله السبت ليله محاربه الفساد. يوم الاثنين اجتمع الحريري مع الملك سلمان ثم سافر الى ابو ظبي حيث اجتمع مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد قبل ان يعود الثلاثاء الى منزله، والذي اضحى تحت حراسه الامن العسكري السعودي. في الايام التاليه التقى مع دبلوماسيين من الولايات المتحده وروسيا والدول الاوروبيه الرئيسيه.
ماذا يحضر للبنان؟ إغناطيوس ده أشار إلى قلق المسؤولين اللبنانيين من أن الرياض تريد دفع لبنان نحو مواجهة مع إيران، ونقل عن المصادر اللبنانية أن بهاء الحريري أخو سعد وهو أكثر تشددا منه بات مرشح الرياض لمنصب رئاسة الوزراء، كما أنه تم استدعاء عدد من أقرباء الحريري للرياض خلال أسبوع ولكنهم رفضوا السفر، فيما يتردد أن بهاء اللي هو أخو سعد موجود هناك. ادي القصة كلها. ادي القصة كلها ببساطة شديدة جدا. القصة انه زي ما قال واشنطن بوست اللي قالت انا ماليش علاقة كان المفروض يسافر يوم الستة، محمد بن سلمان قال له تعالى يوم 3، جاي يوم 3 رموه في فيلا وهوب بعتوا له استدعاءه الساعة 8 الصبح، قعد ظهر الساعة 2 الظهر، البيان اتذاع يبدو انه كان مسجل، ثم اختفى يومين، ثم ظهر بعد كده في ابو ظبي، ثم رجع تاني على الرياض واختفى. انت ليه مستغرب؟ يعني انا وانا قاعد بتابع الحكايه دي من يومين، مين اللي مستغرب؟ انتوا ناسيين ان السعوديه هي اللي تحديدا هي اللي عملت 30/6. مين ينسى؟ مين ينسى الاعلام السعودي طبعا كان برعايه وصرف فلوس من الامارات، لكن خلينا افتكر معايا كده، مين ينسى منظر عبد الفتاح السيسي الجعر لما وقفت طياره الملك عبد الله قادمه من المغرب في مطار القاهره، والملك عبد الله نزل ظروف الصحه ما نزلش، فصعد السيسي فوق وباس الملك عبد الله في راسه. مين ينسى المشهد الفظيع ده؟ بلاش دي، مين ينسى الملك عبد الله جوه الطياره لما قعد في راس الكرسي، يعني في صدر القعده، والسيسي قعد في صف الوزراء. فاكر المشهد ده؟ جوه الطياره الملك عبد الله قاعد كده في وسط قعر المجلس يعني، وشويه صف وزراء كده قاعدين ومسؤولين وامراء، والسيسي قاعد على اولهم كانه وزير سعودي، يعني كانه مسؤول في حكومه سعوديه. مين ينسى؟ فليه مستغرب ان سعد الحريري لما مفترض، يعني طبعا انا لا اعترف بانه رئيس مصر على الاطلاق، مفترض ان اللي ماسك كرسي مصر وكتير عليه قوي بصراحه يرضى لنفسه انه يصعد الطياره عشان يبوس راس الملك، وفي نفس الوقت يقعده جنبه كده في الكرسي كانه هتلاقيها عندك على فكره الصوره دي، يعني عشان ما نغلبش الناس كتير، هتلاقيه قاعد كده كانه مسؤول سعودي، يعني كانه وزير حد في الديوان السعودي. تنسى المشهد ده؟ ما تنساهوش. هتقول لي طب ما هو اصل الملك كبير، طب انا تعالى بس هنا شوف الصور اللي قبلها بتاع الملك عبد الله في نفس التوقيت وهو نازل مطار المغرب، ونازل المغرب عملت ايه يا جماعه في الماتش عشان نبارك لها؟ مبروك للمغرب، مبروك لتونس، ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم في كاس العالم تعملوا حاجات جامده جدا. يعني في نفس التوقيت ده الملك عبد الله كان قاعد في المغرب ونزل المطار في المغرب وطلع من المطار في المغرب، ما كانش فيه كل الزيطه دي يعني. لا الملك المغربي طلع له ولا نزل له ولا الحاجات